يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتهام اللعب صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وأمير المؤمنين علي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. تصوروا العذاب الذي أصابه. يقول صلى الله عليه وسلم فجاءته الله في علاه يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لكان الله عزل قول الله عزل. هل النبي صلى الله عليه وسلم بكى؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ولا يفقدون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أن سيقتل الحسين، يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم هذا الشيء. ترى الآن في ناس يا إخواني خارج المملكة يحقنون هؤلاء حقن، لا تصلون وراء الوهابيين، لا تسوون كذا، لا تعملون كذا، ويكذبون علينا، يكذبون. حتى يا إخواني بعضهم يقول لنا إنهم يقولون لنا أنتم ما تصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا سمعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعونا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أفضل شيء إذا طرحت له سيرة النبي عليه وسلم في هذا الجانب، والله هو تسرح في خيالها بعد ذلك. بس هذا هذه أفضل شيء. والنبي عليه وسلم جمع كل يعني والله كل شيء في سيرة النبي عليه وسلم. لو تفردون إن شاء الله برنامج إن شاء الله كيف عاش النبي عليه وسلم أزواجه وكيف عاش معهن، والله متعة. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة، يكفي في عظمها أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه نصيحة. كثيرا ما أسمع مشيخات ومدرسين يبدأ فصيحا يعد كلماته وحروفه حتى إذا ذكر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم تفاصح حتى أخرج كل حرف من مخرجه فأبلغه وأفصحه، إلا عند الصلاة على النبي. فبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نصيب الشيطان من فمه ولسانه. حين سئل نبي الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالأصل أن إذا تقاصرت عن الصلاة عن آل محمد وهذا تقصير أن تقول اللهم، يعني إذا ذكرت النبي قل أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، أن النبي محمدا عليه صلاة الله، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إنما كما أبلغت الأولى أبلغ هذه دين. الأول هرطقات، كلامك الأول هرطقات. الصلاة على النبي دين يقين معلوم. أنا سمعت أحدهم مرة، هذا الرجل أستاذ البلاغة في الأزهر، أستاذ البلاغة في الأزهر، من أمثل من يقول صلى الله عليه وسلم، رجل فصيح يتم حرفه وكلمته. فإذا قال صلى الله عليه وسلم عيب كالذي يقول، ما حدا بيقول صاد بكت مصاد، أو كالذي يقول لتمام النصيحة والله قال والله أمر وصلى الله عليه وسلم. هذا دينه، يعني لا يطيق أن يتم اسم ربه ويريد أن يحرر المسجد الأقصى. لا يتم الصلاة على النبي الذي صلى في المسجد، ولولاه ما تبوأ لنا بيت ولا مسجد. يقول لك صلى الله عليه وسلم. والنبي قال الله من صلى عليك صلاة صليت بها عليه 10 فأحسنوا صلاتكم. هذا من شكر نبي الله، أتموها. لم يبقى بيننا وبين ربنا من المبلغين من الأنبياء إلا هذا الخاتم عليه الصلاة والسلام. أعلم أن الأنبياء يعلمون من هو،
ويعلمون لما له ما له عند الله. فإذا أتى المشايخ فذكروا اسم شيخهم بالثلاثي والرباعي والنسب والبلد والكنية، كما قالوا قدس الله سره، فلان بن فلان قدس الله سره، ماذا يقول الواصفون به وصفاته جلت عن الحصر. هم بيتكلموا عن شيخ، إنما النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغلبوا على إحسان الصلاة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نبيكم نبيكم وربكم ربكم، الله الله، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة، بظن لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه. الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم، إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي اللسان يضعف أن تقول اللهم صل على محمد وآله، ليس من فصيح اللسان أن تقول وآله، الفصيح اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح؟ يعني داود وآل داود، لوط وآل لوط، وليس داود وآله. الآل تنسب لاسم معلوم، فمحمد عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى آل محمد الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.